ايه ازيكم يا احلى مملكه في الدنيا. ممكن نورجع طبعا يا احلى مملكه في الدنيا. انزلوا اعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناه عشان يوصلوك كل جديد. طبعا يا اخواتي انا طالع الفيديو دوت بقى اقول لكم كل حاجه بالتفاصيل وكل حاجه عن قصتي بتاعت انا واخويا. تمام، محمد اخويا. فطبعا يا احلى مملكه في الدنيا. المفروض في ناس هتقول لي يا رجب انت عملت ايه والكلام ده. طبعا يا اخواتي اول حاجه انا لسه جاي من المستشفى اصلا. تمام، تاني حاجه برضو رحت اشوف محضر ورحت اشوف برضو كل حاجه في الاسم والكلام ده. طبعا يا احلى وجه في الدنيا تم القبض عن اخويا والكلام ده. طبعا عملت جهاز تتبع والكلام ده وايه، رحت له اسكندريه. المفروض يا جدعان انا قلت لكم ايه، ان انا ايه اروح له اسكندريه والكلام ده. انا رحت بس ما لقيتهوش. تمام، المفروض بقى رحت بقى عملت تفاصيل بقى والكلام ده وعملت تحقيقات بقى وقعدت اعمل كل حاجه والكلام ده. الحمد لله يا جدعان تم القبض والكلام ده. بس يا جدعان اقسم بالله انا مش هسيب حقي. تمام، بصوا يا جدعان انا بصور الفيديو ده دلوقتي، بصوره الساعه 3. تاخدوا بالكم الساعه 3 اهي فوق. تمام، طبعا يا احنا في الدنيا المفروض الناس تقول يا جدعان ما ينفعش رجب ده اخوك والكلام ده. طبعا يا اخواتي انا عارف يعني انا معاكم في النقطه دي ان هو اخويا والكلام ده، بس ما كانش ينفع يعمل فيها كده. تمام، ورحت للدكتور والكلام ده. فالدكتور قال لي رجب انت كده عينك مش تنفع تاني والكلام ده. فانا اشوف كده بقى يا اخواتي انا ممكن اركب بقى ايه، عين صناعيه او عين حاجه زي كده. في ناس بتقولها يعني عند الدكتور والدكتور قال له الكلام ده. طبعا يا اخواتي المفروض انا مش عارف اعمل اي حاجه خالص. تمام، ولو تحاولوا تكتبوا لي تحت في الكومنتات تساعدوني باي حاجه اقدر اعملها والكلام ده. طبعا يا اخواتي في ناس هتقول لي رجب ده اخوك وما ينفعش والكلام ده. طبعا يا اخواتي انا بفكر. تمام، راح اتنزل عن المحضر والكلام ده. ناس تقول لي لا يا رجب. تمام، المفروض يا جدعان مهما كده اصلا ده اخويا. تمام، ف فمش هينفع ان انا ايه يفضل محبوس والكلام ده. المفروض ان هو خد 4 ايام على التحقيق والكلام ده. بس انا لازم ايه اروح برضه يا اخواتي نزل عن المحضر ولا في اي حاجه حصلت والكلام ده. وهنرجع برضه يعني انا رحت بقى قعدت معاه والكلام ده السجن والكلام ده، ورحت قعدت معاه والكلام ده وفهمته كل حاجه والكلام ده. فمش هينفع انا وهو نتخانق مع بعض والكلام ده، ان احنا كده مهما كده برضه احنا اخوات ومش هينفع ايه نخش في تفاصيل وخناقات والكلام ده وابويا والكلام ده. طبعا اخواتي المفروض ابويا اصلا في ناس تقول لي رجب ابوك عملوا والكلام ده. طبعا اخواتي ابويا وامي والكلام ده رحنا انا يعني هم راحوا معايا المستشفى. تمام، قلنا تعالى ايه نروح لاخوك والكلام ده ونشوف. المفروض ان انا اخواتي ما تنزلتش ان قصه النوع الكلام ده، بس انا اتنزلت عشان هو اخويا. وتاني حاجه ايه سمعت كلام ابويا وامي والكلام ده وخلاص. يعني اللي بينا ايه بينا كرجب انت واخوك خلاص فضوه الكلام ده وايه وترجعوا اخوات تاني خلاص. يعني انتوا مهما كده برضه دول مهما كده انتوا ايه اخوات والكلام ده وايه. ومش هينفع بقى ايه نفرج الناس علينا وتعملوا خناقه ببعض وتعوروا والكلام ده. فطبعا يا اخواتي انا اتنزلت والكلام ده وقلت ايه خلاص مش هنتخانق انا واخويا والكلام ده وايه، وهنرجع ايه نعمل قعده تصالح ونصالح بعض والكلام ده وايه، ولكن في حاجه حصلت. فطبعا يا اخواتي في ناس تقول لي رجب انت رحت عملت إيه في المستشفى والكلام ده. طبعا يا اخواتي انا رحت المستشفى والكلام ده والدكتور ايه قال لي رجب انت خلاص كده يعني كده انت كده عينك ايه ضاعت خلاص. المفروض يا اخواتي انا حاليا بشوف بدي. تمام، دي خلاص كده دي اعتبر يعني اقول لك زي ايه بالظبط اجيبها لكم ازاي يا اخواتي. المفروض دي كده يعني اعتبر تحسها بيضة. تمام، انا مش هينفع اشيلها عشان اليوتيوب ممكن يحذر الفيديو دوت. لو انا شلت اللزقه ديت تمام لو شلتها اليوتيوب ممكن ايه يحصل مشاكل في القناه ويوقع لي ريتش القناه اصلا وهو واقع. تمام، فمش هينفع اوريها لكم عشان كوبرايت وممكن يحصل ايه ارشادات المنتدى وفاضل. يعني انا واخد انذار، لو خدت انذار التاني فكده هقعد شهر مش هنزل فيديوهات. تمام، فيا اخوات انا مش هينفع اعمل لكم الكلام ده. فعشان لو انا قعدت شهر مش هنزل فيديوهات فالريتش هيقع تاني ومش ايه مش عارف اوريكم اي حاجه خالص. فطبعا يا اخواتي في ناس تقول لي رجب طب انت عملت ايه والكلام ده. المفروض يا اخواتي انا دلوقتي اصلا بكره. تمام، وبكره شوف الفيديو ده هينزل امتى. تمام، اول لما ينزل هيكون ايه رحت جبت اخويا والكلام ده. فمش هينفع يا اخواتي ايه فهم مانعين التصوير في السجن هناك والكلام ده عند الحكومه والكلام ده عشان ايه مشاكل والكلام ده. فطبعا يا اخواتي انا هطلع بفيديو تاني. تمام، يعني الفيديو ده هينزل في فيديو تاني بقى هيجي هنزله بعديه. تمام، يبقى استنوه برضه. الفيديو ده يا جدعان بقى يبقى فيه تصالح بين انا واخويا، وهنرجع برضه نعمل بقى مع بعض مقالب وتحديات ومغامرات. وهنرجع بقى للفيديوهات بتاعتنا اللي انتوا بتحبوها والكلام ده. فطبعا يا اخواتي حاولوا تشيروا الفيديو ده باي طريقه والكلام ده. واحنا برضه هنرجع ايه اخوات
اخوات تاني، وهكلم برضو صاحبي يعني انتوا انتظروا برضو ايه فيديوهات الفترة الجاية دي كلها فيديوهات موت طرش. هنرجع بقى محمد بتاع زمان وراجع كل حاجة تمام. فحاولوا يا اخواتي تشيروا الفيديو دوت بأي طريقة، عشان كل اللي هيشوف الفيديو دوت يدعي لنا بقى تمام. عشان ايه هنرجع بقى نعمل فيديوهات بقى ونكسر الدنيا والكلام دوت. وحاولوا يا اخواتي على قد ما تقدروا تمام، على قد ما تقدروا دعواتكم تمام. فكده يعتبر يا جدعان عندي عيني كده انا راكب، مش عارف بيقول لك عين كده طبيعي، او يا اخواتي اللي يعرف العين اللي بتتركب والحاجات دي يقول لنا تحت في الكومنتات ويقول. ودعواتكم يا اخواتي ادعوا لي تمام، عشان انا لو اللزه دي مش هينفع انا اشيلها. انا والله يا اخواتي انا عايز اوريها لكم بس مش هينفع ايه اشيلها تمام، عشان ممكن يحصل ايه كوبرايت والقناه تتقفل اصلا تمام. فنشوفكم في الفيديو الجاي. سلام يا احلى مكان في الدنيا، سلام.